نروح بقى للحكم. خوسيوس فنزويلي، الحكم فنزويلي، دي تاني مباراه النهارده بيلعبها كابتن اسامه. لعب قبل كده تشيلسي ولوس انجلوس في نفس الدور، ودي تاني مباراه. ده دليل ان هو حكم من الحكام الكبيره جدا جدا، على الرغم ان في لسه حكام لحد دلوقتي ما لعبتش ولا مره كابتن عادل. هو لعب مباراتين على فكره. طيب نفس طاقم التحكيم كابتن اسامه ده لعب مباراه النادي الاهلي قبل كده، مباراه النادي الاهلي واتحاد جده اللي كاس العالم للانديه في السعوديه بالظبط كده. حسب ركله الجزاء علي معلول سجل منها، وحسب ركله الجزاء كمان كريم بنزيما شاطها، الشناوي صدها، الاهلي كسب 3-1. بنفس طاقم التحكيم اللي هو ادار الاهلي واتحاد جده النهارده، هو بيلعب بنفس طاقم التحكيم اللي موجود هو والحكم المساعد الاول والحكم المساعد الثاني. خلينا نروح لاول لقطه معانا وشوف هو فين وبيحتسب القرار وهو فين وفي ثقه وفيه. هنا كابتن، هنا طبعا زيزو دخل، هنا العرقله من تحت بالقدم اليسرى من لاعب بورتو، ركله جزاء لا يتردد فيها ولا استنى الفار يقول له ولا اي حاجه خالص، حسب والفار اكد على كلامه. ركله جزاء زيزو ركله جزاء صحيحه اللي سجل منها وسام ابو علي. هنا شوف، هنا العرقله موجوده واضحه من تحت ومن فوق الدفع، ومن تحت في عرقله بالقدم اليسرى. نروح للحاله والقرار الثاني يا كابتن اسامه. هنا شوف، هنا هدف وسام الاول، هنا التمريره هنا بتيجي هنا من لاعب النادي الاهلي لوسام حمدي فتحي، من حمدي فتحي. هنا وسام اخر نفسه سنه شويه، خلي بالك لو وسام تقدم شويه كان بقى في التسلل، ولكن هنا وسام استلم في موقف سليم وراح ولعب وربنا وفقه ان هو يجيب الجون الاول. الحاله بعد كده تمام. شوف هنا كابتن، هنا حاله من الحالات مهمه جدا. لو لحظه التسديد لو وسام متاخر شويه عن اخر تاني مدافع لما ردت من الحارس كان ممكن يبقى هدف سليم، ولكن طبعا هنا هدف من المتابعه، ولكن كان هدف ملغي صحيح، لان هنا لحظه التسديد كان وسام في موقف تسلل. الحاله بعد كده، هنا حاله مهمه جدا في داخل منطقه جزاء النادي الاهلي. هنا محمد هاني بينجح في لعب الكوره، وهنا كان يجب على خوسيوس ان هو هنا يدي انذار، لان اللاعب ده مثل يا كابتن اسامه، يعني عمل تحايل. هنا هاني بينجح في لعب الكوره، وهنا اللاعب عمل تحايل، وبالتالي هنا هو حسب ركنيه، وكان المفروض هنا يحسب ركله حره غير ماشيه ويشفر البطاقه الصفراء، ولكن قرار بنخليه يعدي نتيجه ان هو بشكل عام عمل مباراه كويسه جدا الحكم. عندنا اخر حاجه هنشوفها معانا هنا، ودي اللعبه اللي حصل فيها ان بن شرقي استلم، والبعض ممكن يقول ان هو تسلل، ونشوف هنا لقطه الفار يا كابتن اسامه. هنا بن شرقي في موقف سليم بيعمل الكره، هنا ده الهدف بتاع محمد بن رمضان. هنا بن شرقي استلم في موقف سليم، هنا اونسايد، وراحت لبن رمضان يسجل منها الهدف اللي هو جابه. بشكل عام النهارده زي ما قلت الحكم عنده ثقه يا كابتن عادل، كابتن اسامه حكم تقيل، عنده ثقه، ما عندوش مشكله في الماتش. ادار مباراه فيها 8 تجوان، ما راحش للفار ولا مره، واعتمد على نفسه. هو ده اللي احنا بنقوله للحكام، اشتغل على نفسك عشان حتى في التقييم ليك تبقى واخد درجه عاليه. بقول هارد لك النادي الاهلي النهارده كان المفروض يكسب، يعني اهداف كتيره ضاعت، ولكن يعني يهمني النهارده كابتن انا يعني فرحان للاداء والاهداف اللي جت يعني، ولكن طبعا يعني مفيش حظ. يمكن دي اخر حاجه بقولها، ان الاهلي النهارده ختم وادى انطباع كويس يا كابتن اسامه للجماهير. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك يا كابتن اسامه. اشكرك كابتن